السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. جايه لكم بفيديو قوي جدا، فيديو تحفة تحفة. معانا حاجات كتيرة جديدة في الفيديو. كملوا الفيديو للاخر ان شاء الله باذن الله يعجبكم. اول حاجة الفوط دي هنشوفها دلوقتي استخداماتها ايه، وهنتكلم عليها في الفيديو لما يجي الفقرة بتاعتها. بس انا حبيت ابدأ بيها كده. وهنشوف مع بعض دلوقتي تكملة الفيديو. عايزة بقى لايك وشير وسبسكرايب لقناتي، قناة يوميات بوبي والعيلة. اتمنى يا رب انها تنال اعجابكم. وهنشوف دلوقتي، هندخل على الفيديو ونسمي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى، دي تاني حاجة او تاني مفاجأة معايا في القناة. اول مرة يعتبر ان انا بقدم في قناتي مشتريات. هي ممكن تبان ان هي حاجات عادية، ممكن تبان لناس تانية ان هي حاجات يعني واو. بس في الاخر ان الحمد لله الحمد لله ان انا قدرت اجيب الحاجة اللي انا كنت نفسي فيها يعني. عايزه اقول لكم التوستر دوت او الساندوتش ميكر او بصوا، يعني هو ليه مسميات يعني فاهمين. المهم انا كان نفسي اجيبه بقالي فتره بصراحه، يعني بقالي فتره كبيره جدا يعني. هو ممكن سعره يكون رمزي بالنسبه للناس، وسعره ممكن يكون بالنسبه لناس تانية يعني غالي، فاهمين قصدي. فعلى حسب كل واحده السعر هيبان لها ايه، تمام. فانا بصراحه وقت ما انا كان نفسي اجيبه كان سعره بالنسبه لي مش كان متاح معايا يعني. فالحمد لله يعني قدرت ان انا اجيبه في الفتره دي او الوقت دوت لما ربنا طبعا اراد ان انا اجيبه. يبقوا كده زي ما قلت لكم احنا معانا كام حاجه، كذا حاجه. دي تاني حاجه كده. اول حاجه دي هنتكلم عليها لما تيجي فقرتها. ده تاني حاجه حبيت ان انا ايه كده اديكم نبذه عنه، لان هعمل لكم فيديو لوحده. هعمل فيه حاجه حلوه قوي قوي بجد يعني كلنا بنعشقها. هعملها لكم في فيديو لوحده منفصل. فانا حبيت ان انا اجربه معاكم كده. فاول ما جبته فتحته طبعا زي ما انتم شفتوا كده الكتالوج بتاعه او الكتاب اللي بيبقى معاه ده مش مفهوم منه حاجه لانه كله انجليزي. فهو عباره عن فيشه بتتحط في الكهرباء عادي، ما فيهوش زراير ولا اي حاجه. وبنبدا نستخدمه في اي سندوتش زي ما انتم شايفين كده. انا جبت شويه الجبن دول كانوا عندي في التلاجة. وبعد كده رحت بقى جايبه إيه كوبايه بقى قرفه بلبن، إيه كده كوبايه شاي بلبن، كوبايه نسكافيه. ونعمل احلى فطار او احلى عشاء. عيش طابونة، شوية جبن كانوا عندي كده عملت بيهم زي ما انتوا شايفين كده. ممكن عيش فينو او برضو التوست بيمشي برضو معاه حلو جدا جدا، برضو جربته انا. طبعا هو الفيديو ده بقاله فترة بصراحة، بس حصل ظروف عندي للأسف يعني. كانت أختي تعبانة جدا وعاملة عملية، فيعني بتمنى كده انتوا تدعوا لها ربنا يا رب يتم عمليتها على خير يا رب، لأنها تعبانة جدا والله. فده كان معطلني جدا ان انا انزل فيديو يعني. فالحمد لله يعني بقى ايه قلت لا كده كتير عدى وقته يعني. فبصوا هنا الاوضه دي انا كنت عايزه بقى كنت بصوا الاوضه دي لو كنت شفتوا اول فيديو كده كنت انا فرشه ملايه ومش عارف ايه وكده. فده كان تاني يوم بقى فاهمين. كان بقى عدى كام يوم وكده. فانا قلت بقى ايه اظبط بقى الاوضه كده بالفوط دي بقى. بمسي عليكم هنا او بصبح عليكم زي ما تحبوا بقى، او زي ما وصل لكم الفيديو. انا في التوقيت ده كنت هنا كده العصر، توقيت العصريه يعني. زي ما انتم شايفين بقى الفوط اهيت. بصوا بقى الفوط دي اللي هي من تابر واي. في ناس عارفينها وفي ناس مش عارفينها. انا واحده من الناس دي كنت بشوفها كتير قوي في الفيديوهات، بس عمري ما جربتها صراحه يعني. فطبعا يعني طبعا الحمد لله برضو جه الوقت ان انا اجيبها برضو واجربها معاكم زي ما انتم شايفين كده. الفوطه دي بتاعه الاساس، جميع الاساس والحيط والبصوا اي كل حاجه ما تتخيلوها عليها تراب، والشبابيك والبلكونات والبيبان كل حاجه عليها تراب. دي بتاعه التراب. اول حاجه طبعا المقطع الاولاني خالص ده اللي انا وريته لكم. كانت لسه جايه معايا جديده وانا غسلتها. هي بتتغسل كده بالصابونه بتاعتها، وبعد كده بنسيبها تنشف وبعد كده بنستخدمها. فانا حبيت بصوا اوريها لكم بقى هنا يعني بصوا هي المقطع ده اجزاء يعني. اول مقطع ده كان جزء منفصل خالص عن اليوم ده، يوم الروتين. لان انا بصراحه استخدمتها قبل كده مره، فكانت دي تاني مره. فهنا بصوا بقى كنت ببلها ميه كده خفيف، وببدا امسح اي اساس عندي. طبعا الدولاب، التسريحه، السرير، كل حاجه، الترابيزه.
مكتب، فاهمين، الشباك، البلكونة، اي حاجة بقى، الباب، كل حاجة مسحتها في الأوضة بالفوطة بتاعت التراب الجميلة التحفة دي بجد. انا هنا كنت بلها مية علشان انا كنت قصدي ان انا اجربها بالمية واجربها من غير المية، فبصراحة في الاتنين تحفة. طبعا دي بتغنينا عن عن المنظفات اللي بنشتريها طبعا، والملمعات بتاعة الخشب والحاجات دي. كتير منكم ممكن يكون عارفها وسمع عنها ان هي بتستخدم بس بالمية فقط لا غير، تنظيفها بالمية فقط لا غير، ما بنستخدمش اي حاجة للاساس. فطبعا اللي بيبقى خايف على الاساس بتاعه طبعا الخشب ان هو يتشقق من المية وكده، ممكن ما نبلهاش مية. على فكرة انا جربتها برضو، عملت بيها الصالون قبل كده بس صراحة ما صورتش، من غير مية برضو تحفة تحفة، بتسيب لمعة على الخشب جميلة كأننا عاملين ملمع بالظبط، فاهمين. فحلوة بجد. انا حبيت التجربة دي بصراحة. هو انا ممكن ما استخدمتهاش كتير لسه، 3 4 مرات كده من وقت ما انا جبتها لحد الوقت اللي انا بسجل لكم فيه الفيديو، 3 او 4 مرات بالظبط، مش اكتر من كده. بصوا حتى بلمع بيها الكرسي، بلمع بيها، بصوا نضفت بيها الشنطه برضو بتاعت المدرسه بتاعت سيف، كل حاجه كل ما تتخيلوه في الاوضه انا بقيت امسح بالفوطه دي، تحفه بجد. فانتوا حابين بقى تجربوها، قولوا لي ايه رايكم. هي من تبر واي، انا طبعا جايباها من حد جنبي انا في المنطقه اللي انا فيها. طبعا هي معروفه جدا على السوشيال ميديا، يعني ماليه الفيس وماليه اليوتيوب في القنوات. فانا حبيت برضو اديكم نبذه كده واصور طبعا الروتين ده، منها روتين ومنها ان انا اعرفكم برضو المميزات بتاعتها وكده، ومنها ان انا اقول لكم تجربتي فيها يعني. دي بقى طبعا تاني فوطه معايا بتاعت الازاز او المرايات. خلاص دي بقى بتمسح اي سطح ناعم، يعني ممكن طبعا التلاجة، باب التلاجة من بره، التلاجة من جوه برضو نمسح بيها الازاز بتاعها، ازاز البوتاجاز، فاهمين قصدي. هنا برضو كنت لمعت بقى الازاز كده ولمعت الاوضه كلها وكنستها بقى. فدي بصوا عايزه اقول لكم دي بقى دي تالت او رابع حاجه جديده معايا في الفيديو. عدوا انتوا بقى الفيديو كله، بصوا ما شاء الله بجد، طاقه ايجابيه بالنسبه لي. وكان يوم كده محفز جدا جدا، رغم انه إن كان يوم صعب بالنسبه لي في النزول والطلوع، بس الحمد لله الحمد لله قدرت افرش الاوضه وقفلتها. من البرد كان اول روتين ليا في الشتاء في الاوضه ان انا افرش دفايه. عايزه اقول لكم الدفايه تحفه تحفه تحفه، انا جايبه منها يعني كام واحده. بجد تسلمي لي يا رب يا بسمه، يا رب يبارك لي فيك يا رب يا حبيبتي، وما يحرمنيش منك ابدا ابدا. ام سما المفروشات، انا جايبه منها الدفايات دي تحفه، كبيره جدا ما شاء الله بجد. السرير بتاعي كبير، والسرير التاكي برضو التاني، المرتبه اللي هي التاكي دي كبيره جدا اكبر من دي. فرشه السرير عايزه اقول لكم فيها مساحه كبيره جدا، زي ما انتوا شفتوا معايا وانا بفرشها، من عند من عند المخده كده، ومن عند الرجل كده، يعني من ناحيه اللحاف كده. وطبعا طلعت بقى اللحاف، وزي ما انتوا شايفين الشكل ده بجد كان احلى من الشكل الاولاني. وزي ما بقولك كده الدفايه دي فرشتها من غير مرايه، فطبعا بالنسبه لي كانت موفره جدا من غير مرايه. خلاص هنا بقى طبعا عايزه اقول لكم العلبه دي اللي ما بنستغناش عنها في الشتاء طبعا، ولا المسكنات بقى، المراهم بتاعه المسكنات دي بعد كل تنفيضه مية مية زي كده طبعا لازم ولا بد يعني نتليط كده من المسكنات طبعا. الله المستعان بجد، وربنا يعين كل واحد على حاله يا رب يا رب. ربنا يعين كل واحد بجد على حاله، ويعين كل ست بيت على بيتها وعلى على كل حاجة هي بتعملها، وعلى مسؤوليتها وتربية ولادها. يا رب بارك لنا في ولادنا كلهم يا رب. بصوا حبايب قلبي، هنا طبعا بقى خلصت تنظيف الأوضة وفرشتها وظبطتها، وخلصت حاجات كتيرة برضو تانية ما صورتهاش معاكم عشان برضو الفيديو ما يطولش عليكم. جبت لكم يعني ايه المختصر كده من اليوم بتاعي او الروتين بتاعي. الحلقه دي طبعا كنت عامله فيها فشار. بصوا عايزه اقول لكم ده من مكان الملح والمرقه بتاعه الفشار اللي كنت حاطاها على الفشار يعني. فبصراحه ما رضيتش اغسلها، يعني هي نظيفه ما فيهاش حاجه غير ملح، فاهمين قصدي. ودي كانت حته لحمه عندي باقيه، لحمه مفرومه في الثلاجه، مكان الحواوشي المره اللي فاتت. في الفيديو اللي فات لو تفتكروا كنت عامله معاكم حواوشي. فانا هنا بصوا دي اكله اقتصاديه، يعني بصوا مش عايزه اقول بقى ان هي، هنقول مثلا بقى يا ستار يا رب، خلي بالكم ما تغلطوش الغلطه بتاعتي دي، خلي بالكم خلي بالكم. طبعا انا من عادتي ازازه الزيت طبعا لما بتخلص
بروح جايه قلبها كده تنزل باقي الزيت اللي فيها. فانا قلت احطها جنب السخونه بتاعه الحله كده، بحيث ان هي تصفي كل الزيت اللي فيها. فطبعا هي ما شاء الله ما استحملتش، راحت جايه مفرقعه زي ما انتوا شفتوا كده. فقدر الله ما شاء فعل، الحمد لله الحمد لله ما كانش حد جنبي من الولاد، لان انا بصراحه اتخضيت. فالحمد لله يعني. فانتوا ما تغلطوش الغلطه بتاعتي دي، خلي بالكم خلاص. شيلوها على جنب كده لما حد تصفي الزيت اللي فيها، وبعد كده استخدموا الزيت اللي فيها عادي وتترمي وخلاص زي ما قلت لكم قبل كده. هي بتنزل بتاع حوالي معلقه كبيره على فكره، والله بجد يعني، خساره ان احنا نرميهم يعني. انتوا شايفين الزيت بقى ما شاء الله، والحاجه بقت يعني عامله ازاي بجد يعني، الله المستعان والله على الغلاء اللي احنا بقينا فيه يعني. فطبعا هنا بصوا، عايزه اقول لكم المكرونه دي بقى ما حدش يقول لي بقى دي شويه ومش شويه، لا عايزه اقول لكم والله ما شاء الله بجد يعني. الحمد لله اللهم زد وبارك يا رب. ست البيت الشاطر الاقتصاديه اللي تقدر تعمل اكله واتنين وتلاته من يعني كذا صنف من نوع واحد، فاهمين قصدي. انا عملت الحواوشي للولاد، واللي اتبقى عملت منه، قلت هعمل منه طواجن كده ان هي يبقى شكلها حلو كده تفتح النفس للولاد. وممكن ما نعملش طواجن ولا حاجه، هنصلص الصلصه ونسلق المكرونه ونقلب كله في بعضه باللحمه المفرومه، يبقى طبق عادي لحمه بالمكرونه كده. فانا قلت برضو اديها شكل كده زي ما انتم شايفين. حطيت حوالي كده ايه معلقه بقى على قد الطاجن، معلقه اتنين مثلا، وضغطت عليها كويس، ودهنت طبعا رشه زيت في الاول. فبعد كده بقى حطيت المكرونه بتاعتي، هي كانت عايزه تبقى جوسي شويه علشان تمسك في بعض كويس، بس مش مشكله طبعا. إيه احنا يعني الولاد هم اللي هياكلوها مش حد غريب، فاهميني. وبعد كده بديها إيه 5 دقايق كده تحت الشوايه تتحمر. ممكن نرش جبنه موتزاريلا على الوش تبقى جميله. إيه عايزه اقول لكم هنا بقى كانت خلاص بقى، بصوا هدخلها الفرن كده اهي. دي هنا بعد ما طلعت شفتوا لونها عمل ازاي اتغير، مسكت في بعض كده. وهبدأ بقى طبعا ايه اغرفها للولاد. وده كان روتين يومي النهارده الحماسي اللي انا بجد بجد فرحانه بيه. إيه ان انا قدرت اجيب شويه يعني مشتروات كده حتى لو هي بسيطه، بس بالنسبه لي فرحتني جدا جدا. وان شاء الله باذن الله هعمل لكم فيديو منفصل لوحده إيه بجهاز التوستر اللي انا جايباه دوت. إيه اكله كلنا بنحبها وهتعجبكم جدا وحلوه قوي في الجهاز دوت. واتمنى يا رب فيديوهاتي تعجبكم ويا رب يجعلها طبعا شاهد ليا مش عليا، ويجعل اي حد يشوفها يستفاد منها حتى لو بمعلومة بسيطة، يجعلها في ميزان حسناتي، اللهم امين يا رب العالمين. وطبعا في ختام الفيديو اتمنى لكم التوفيق وربنا يكبر بخاطركم يا رب دايما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.